Today we will discuss the first lesson which is verb to be. يعني النهاردة إن شاء الله هنبدأ معانا أول درس اللي هو verb to be. زي ما انتم شايفين هنا عندي verb to be معناه يكون. كلمة verb to be أصلا معناها يكون. أما أقول I am happy today. Are you late? Here I use the verb to be. هنا بستخدم verb to be. فين verb to be هنا؟ اللي هو هنا am وهنا كمان are. طيب ايه verb to be ده؟ ده من اهم الفيربس الموجودة عندنا، من اهم الفيربس في اللغة الانجليزية كلها. ليه بقى؟ لان انا بستخدمه في كذا حاجة. for example here as you see هنا we have verb to be in the present. In the present it has 3 shapes. عندنا 3 اشكال من verb to be. اوكي، لما اقول كده ايه؟ بقول اغنية دايما verb to be راجل مجنون سمى كل ولاده يكون. ايه ازاي يعني؟ انا عندي هنا verb to be عندي منه 3 اشكال في المضارع اللي هم مين؟ am و is و are. دي ال3 اشكال بتاعته، ال3 بيبقى معناهم يكون. فما بقول I دايما بتاخد am. اقول I am معناها I am يعني انا اكون. تمام. طيب if I want to make a question، لو انا عايزه اعمل سؤال هقول ايه؟ am I. هقدم الفعل المساعد اللي هو am، هنا هيبقى فعل مساعد على الفاعل فهيبقى am I. طبعا منفي النيجاتيف بتاعه هقول I am not. تمام كده. طيب لو عندي الفاعل you، اليو بقى بتاخد are. تمام، فاقول you are لو انا بعمل جملة statement. طيب لو انا بعمل سؤال هقول are you. طب لو انا بنفي هقول you are not. اوكي. طيب لو عندي الفاعل he او she او it، هنا هناخد is. تمام، ليه؟ لأن الهي والشي والإت مفرد فبياخدوا is هنا معناها يكون برضو. فبقول هو يكون he is، هي تكون she is، it is. it دي بتيجي لغير العاقل المفرد زي the table the cat the car. كل الحاجات ديت غير عاقل فعشان كده بتاخد is، ومفرد كمان فتاخد is. طب لو جمع بقى هيبقوا they، هنقولهم بعد كده. يبقى عند الهي والشي والإت بياخدوا is. طيب لو أنا بعمل سؤال هقول is he or is she is it. طيب لو أنا بنفي هتبقى he is not she is not it is not. أوكي. طيب الوي اللي هو الضمير الفاعل بمعنى نحن، بقول إيه؟ we are لو جملة لو statement. طيب لو بعمل question سؤال بقول are we. طيب لو بنفي بقول we are not. أوكي تمام. طيب لو الفعل عندي they بقى برضو من الحاجات الجمع فبتاخد they are لو جملة مثبتة. طب لو سؤال هعمل are they. طب لو نفي هقول they are not. اوكي. طيب نيجي بقى نشوف هنا عندي number 1 بيقول لي put in am are or is. يعني انا عايزه احط في الجمل اللي جايه دي يا am يا is يا are. تمام. طيب the first sentence you are late. طبعا انا حاطه are عشان عندي الفاعل ايه؟ you. تمام. طيب الوي هتاخد ايه؟ ايوه برافو، هتاخد are. يبقى اقول هنا we are very well. اقول we are. طيب نيجي number 2 بيقول لي my sister ديت مفرد ولا جمع؟ مفرد. طب احنا قلنا المفرد بياخد ايه؟ بياخد is. excellent. يبقى my sister is a doctor. Paul and Anne they are plural، الاتنين جمع عشان كده هياخدوا ايه؟ هياخدوا are. تمام excellent ممتاز. طيب نكمل number 4 I طبعا هتاخد ايه؟ I am. ممتاز جدا. يبقى I am happy today. نيجي number 5 I think you. طبعا اليو بتاخد are. ممتاز. يبقى you are tired. excellent. طيب number 6 our house. طبعا our house ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. ليه؟ لأنه بيساوي it غير عاقل عشان كده هقول our house is very small. تمام. طيب I nearly ready. طبعا I هنا هتاخد I am. excellent ممتاز جدا لأن احنا قلنا ال I بتاخد الايه؟ ال am. تمام ممتاز جدا. يبقى قلنا تاني ان ال I بتاخد am، الهي والشي والات بتاخد is، والوي واليو والذي بتاخد are. تمام كده. تمام. طيب بيقول لي بعد كده in conversion and in formal writing we use contractions. يعني ايه الconversion ده؟ ويعني ايه الinformal writing؟ يعني بيقول لي
in conversation في المحادثة in conversation في المحادثة وفي الكتابة الغير رسمية بستخدم ال abbreviations اللي هي ال contractions اللي هي الاختصار. فعندي هنا ال I قلنا بتاخد am صح؟ فأنا لما بكتبها مختصرة بحط apostrophe m يبقى I am اوكي. طيب you اليو هتاخد R صح excellent. بس أنا لما بعمل لها abbreviation بقى بقول ايه your لما اجي انطقها اقول your بدل ما اقول you are بعمل you وابوستروف وار اي تبقى you. الهي تبقى he is يبقى he apostrophe is. الشي she is برضو فالشي هتاخد she apostrophe is. والإتس نفس الحكاية. تمام.